نشتكي روح ما نعرف فين. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. بالذمة يرضي مين ده؟ نطردها من بيتها؟ الأخلاق إيه ودين إيه؟ ده احنا طلعنا ولا حاجة. احنا ما عملناش حاجة غلط، هي اللي ركبت دماغها وفضحتنا. لا بقى حد عارف الصح ولا بقى حد عارف الغلط. بقى يا ربي لا ولد ولا بنت ولا أخت حتى تقف جنبها. كفاية بقى يا نادية، أنا مش ناقص. طبعا ما انت هتزعل شوية وفي الآخر هتدخل وتنام، لكن هي بقى. تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ اقرا الحادثه، اقرا الخبر. حادثه اصابه دكتوره. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. سلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. مالك يا ابني؟ بابا مفيش اخبار عن عبلة؟ لا يا ابني مفيش اخبار، لكن ايه المناسبة؟ في خبر قريته في الجورنال عن اغتصاب قلقني قوي عليها. خبر ايه يا ابني؟ اتفضل يا بابا اقرا بنفسك، اتفضل. يا ساتر، اللهم احفظنا يا رب. اختطاف واغتصاب الأستاذة ورئيس قسم بطب القصر العيني. مش ممكن تكون عبلة واحدة منهم. مش عارف يا بابا، والله ما انا عارف. طب اتصل بيها يا ابني وطمنا. اتصلت يا بابا، وجالس محدش بيرد في البيت والموبايل مقفول. اتصل بنادية اختها عقبال لما البس. حاضر يا بابا. برضه محدش بيرد. رجعت تاني؟
اتفضل يا عم الحاج، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اهلا يا حسين، اتفضل. معلش يا اسفين احنا ازعجناكم في الوقت المتاخر ده. مفيش ازعاج ولا حاجه يا حاج صالح، يا اهلا وسهلا. البيت بيتكم. اتفضلوا. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل يا حسين. فين اختك يا ناديه؟ عبلة خير يا عمي. اصل احنا عمالين نكلم عبله في الموبايل المقفول والبيت ما حدش بيرد، كلمناكوا وتليفون بيتكم برضه مرفوع من الخدمه. فعلا احنا بنرفع سماعة التليفون قبل ما ننام. اصل يعني سعيد بينام بدري، بيبقى عنده مجاميع قبل ما يروح المدرسة، بيصحى بدري. احنا اسفين لازعاجك يا استاذ سعيد. البيت بيتك يا عم الحاج. انا من الاخر كده ما يجيليش نوم الا لما اطمن على عبله. عبلة بخير يا عمي. امال ايه اللي قريناه في الجورنال ده يا بنتي؟ جورنان؟ انا متعود اشتري الجرايد وانا راجع من المكتب واقراها في البيت، واتفاجئت بخبر في الجورنال كده. احنا كمان قريناه. وهي اللي مقصوده بالخبر ده واللي حصل لها المصيبه السوداء دي؟ ايوه هي يا عمي، مصيبة وحطت على راسنا، مصيبة لا كانت على البال ولا على الخاطر. انا لله وانا اليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده غير إن الدكتور خيري طلقها. وهي فين يا بنتي؟ بقول لك فين عبلة؟ عايز أشوفها دلوقتي حالا. هي فعلا كانت هنا بس نزلت من حوالي ساعتين 3. مش عارفة أقول لك إيه يا عمي. حد فيكم زعلها؟ أصلها يا عمي كانت عصبية قوي وشدت مع سعيد شوية. كان لازم تستحملها يا سعيد. استحملها ليه يعني؟ عشان مجروحه يا اخي، في ازمه، احنا لازم نقف جنبها لاننا اهلها. سكتة ليه يا نادية؟ اتفضلوا نشرب كوبايتين شاي وبعدين نتكلم. ولا مية حتى. يلا حسين يا ابني. كنت عملت ايه في ده كله يعني؟ تهيألي يا فندم ان انا اخدت وعد من حضرتك ومن مدير الامن ان مفيش اي وسائل اعلام ولا صحافه هتعرف بالخبر. صدقيني يا فندم الخبر ده ما طلعش من عندي من الاداره خالص. امال طلع من مين؟ والله يا فندم يعني من النظره الاولى لمحتوى الخبر اقدر اقول لحضرتك ان ده خرج من النيابه. وكيل النيابه اسمه مكتوب بالبنط العريض، لا ده كامين سر النيابه كمان اسمه مكتوب ببنط، اعتقد ان هو امين سر النيابه. حضرتك يا فندم عارف حجم الخسائر ليا انا والضحايا قد ايه من خبر زي ده؟ عارف يا فندم، عارف والله ما انا عارف اقول لحضرتك ايه. اقول لولادي ايه؟ لتلامذتي في الجامعه، للمجتمع اللي انا عايشه فيه. يا دكتوره لو انت انسانه واثقه من ان انت ضحيه ما انتش انسانه سيئه السمعه، كل ده مش هيهمك. انا عارفه انا ايه بالظبط، بس انتوا كان لازم تحافظوا على وعدكم معايا، لان اللي حصل ده انا هدفع ثمنه، وثمنه غالي قوي يا فندم. اكلتك يا بابا. يا ابو السيد، ايه يا عم الثقافه اللي نزلت عليك فجاه دي؟ كل الدخان ده مش مالي عينك يا شكمان ولا ايه؟ يا عم منفض للرجاله من ساعه ما عدوا ومال بوزك في الجرنان.